بعد ما جاني خبر وفاة رامي ونورين، كنت حاسة اني خلاص مت معاهم وفقدت اي رغبة ليا في الحياة، لدرجة اني حاولت اتخلص من حياتي اكتر من مرة. وده طبعا كان سبب كافي اني اكون نزيلة في مستشفى لعلاج الامراض النفسية. ومع الوقت ووجودي في المستشفى ووجود بابا وماما جنبي في محنتي، بدأت تتحسن حالتي النفسية، واقتنعت ان كل شيء قضاء وقدر، وان ده امر ربنا اللي محدش يقدر يهرب منه. ورجعت أعيش في الفيلا تاني مع بابا وماما، الفيلا اللي عشت فيها حياتي كلها قبل جوازي من رامي. رجعت مش لوحدي، رجعت وكانت معايا جين العروسة. أما جين صاحبتي الأمريكية كانت خلاص انقطعت علاقتي بيها. حتى لما حاولت أكلمها في التليفون عرفت إنها غيرت الرقم الخاص بتاعها، فنسيتها ونسيت ذكرياتي معاها، وبدأت أعيش حياة جديدة، حياة مع جين العروسة اللي في الوقت ده كانت هي الذكرى الوحيدة اللي بقيالي، اللي بتفكرني برامي ونورين، وكمان جين صديقتي، واللي كانت في يوم من الأيام أكتر من أخت وأقرب ليا من نفسي. لكن كنت أوقات بلاحظ حاجات غريبة على العروسة، لأني ساعات كنت بحس إنها بشر زينا، كنت بحس إنها بتبصلي نظرات مختلفة، ده غير ابتسامتها اللي كانت بتتغير دايما لما بصلها. لكن اللي لفت انتباهي ليها إنها كانت بتتحرك من المكان اللي كنت ببقى حطها فيه. كانت حاجة غريبة فعلا، كأنها بتقدر تمشي وبتتحرك من مكان لمكان. لما حكيت لماما عن كده ساعتها ضحكت وقالت لي ده برضو كلام يا اسمت، اكيد بيتهيألك، عروسة مش بني ادم يعني عشان تبصلك كل مرة بنظرة مختلفة وكمان تتحرك لوحدها من مكانها. اكيد دي تهيؤات يا حبيبتي. صراحة كنت بحاول اقنع نفسي بكلام ماما ده، لكن ازاي؟ انا واثقة من الكلام اللي كنت بقوله، اكيد دي مش تهيؤات. وعشان اتأكد من كلامي ده، في يوم بالليل قبل ما انام حطيتها بايدي في دولابي وقفلت عليها بالمفتاح ونمت. لكن لما صحيت الصبح لقيتها نايمة جنبي على السرير. طبعا حاجة زي دي خلتني كنت هموت من الخوف والرعب، وفضلت ابص لها باستغراب وخوف وانا بكلم نفسي بصوت عالي وبقول معقول كده؟ معقولة خرجت لوحدها من الدولاب؟ ده انا كنت قافلة عليها بنفسي بالمفتاح. ساعتها سمعت صوت ضحكة كانت وحشاني قوي، صوت ضحكة نورين بنتي. ايوه سمعتها بوضوح، لكن وقتها كنت مش قادرة احدد المكان اللي جاية منه الضحكة. ولما بصيت للعروسة لقيتها بتبصلي بنظرة غريبة وبابتسامة أغرب، لدرجة إني قمت بسرعة من على السرير وكنت هجري على باب أوضتي عشان أفتحه وأهرب بسرعة من الأوضة دي. لكن في نفس اللحظة دي لقيت ماما بتفتح الباب وبتدخل عليا وبتقولي صباح الخير يا بنتي، مالك شكلك خايفة كده ليه؟ بصيت لها بذهول وانا برد عليها مش عارفة يا ماما، مش عارفة ايه اللي بيحصل بالظبط، انا بدأت اخاف من العروسة دي. بعد ما قلت لها كده حكيت لها على كل اللي حصل معايا. لكن في نفس اللحظة دي لقيت ماما بتفتح الباب وبتدخل عليا وبتقولي صباح الخير يا بنتي، مال شكلك خايف كده ليه؟ بعد ما قلت لها كده بعدها حكيت لها على كل اللي حصل معايا. وبعد ما خلصت كلامي بصيت لي ماما بذهول هي كمان وقالت معقول اللي انتي بتقوليه ده؟ قصدك ايه؟ يعني العروسة دي متعفرطة يا اسمت؟ بصيت لها وانا مش مستوعبة اللي بيحصل ده، وما قدرتش امسك نفسي من العياط وانهارت من العياط. عشان كده اخدتني ماما في حضنها وضمتني بكل قوتها، كأنها بتحاول تحميني او تخفف عني احساس الخوف اللي كان متملكني. بعد كده بصيت لجين العروسة بنظرة خوف. بعدها ماما بصت لجين العروسة بنظرة خوف هي كمان، وهي بتقولي تعالي معايا يا اسمت نخرج من الأوضة دي ونسيب العروسة المشؤومة دي هنا لغاية ما يرجع أبوكي من شغله ونحكي له ونشوف هنتصرف معاها ازاي. ده اللي حصل فعلا، واخدتني ماما من ايديا عشان نخرج من الأوضة. في اللحظة دي ببص للعروسة، ساعتها لما وقعت عيني عليها حسيت انها كانت بتبصلي بابتسامة كلها استهزاء، وكأنها بتقولي هتروحي مني فين؟ انتي راجعالي تاني. ده ما كانش احساس، ده كان حقيقة. ايوه ده كان حقيقة. اكيد العروسة دي مسكونة او ملعونة زي ما ماما قالت عليها. بعد كده خرجت انا وماما ورحنا على بهو الفيلا. كان الخوف مسيطر عليا، حتى خوف اتنقل لماما هي كمان. وقتها كنا بنبص لبعض وساكتين، مفيش حد منا فتح بقه ولو بكلمة واحدة.
وبدأ الوقت يمر بصعوبة. الثانية كانت بتعدي وكأنها ظهر، واحنا قاعدين مستنيين بابا يجي من شغله علشان نشوف هيتصرف ازاي في الحكاية دي، الحكاية اللي المفروض يكون عنوانها الدمية الملعونة. بصعوبة مر الوقت وحسينا ان روحنا ردت لما سمعنا صوت عربية بابا وهو بيركنها في جنينة الفيلا. عشان كده جرت ماما بسرعة وفتحت الباب قبل حتى ما يوصل لباب الفيلا، وهي دقايق وكنا قاعدين احنا التلاتة مع بعض. وبعد ما سمع مني حكاية العروسة الغريبة دي لقيته بيضحك وبيقول لي: ايه الحكاية الغريبة دي؟ عروسة لعبة بتبتسم وبتتحرك من مكانها كمان، ما تكونش أنابيل هربت من المتحف اللي كانت موجودة فيه وجت عندنا؟ كان بيقول كده بسخرية وكأنه كان بيستهزأ من كلامي، لكن كلمة أنابيل دي لفتت انتباهي أنا وماما. يمكن علشان كده وقتها سألته ماما وهي مستغربة: وتطلع مين أنابيل دي كمان؟ هو أنت هتهزر وإحنا في الظروف زي دي برضو؟ رجع يضحك تاني، لكن بعد كده سكت وسرح شوية قبل ما يبص لماما ويجاوب على سؤالها: مش بهزر ولا حاجة، أصل سمعت إن كان في عروسة مسكونة بروح شريرة، عروسة كده زي العروسة اللي عندنا بالظبط، كان اسمها أنابيل، كانت عروسة مسحورة، وعشان يتخلص منها أصحابها ودوها متحف، وهي موجودة لغاية النهاردة هناك. لكن رغم مرور السنين إلا إن العروسة دي ممنوع على أي حد من زوار المتحف إنه يلمسها أو حتى يتصور معاها إلا بعد ما ياخد إذنها، لأنه لو ما عملش كده بتحل عليه لعنتها وبتكون نهايته بشعة، نهاية مأساوية زي بعد ما قال كده ساعتها بصلي وسكت ومكملش كلامه. لكن ماما هي اللي كملت كلامه بطريقة عفوية أو تلقائية وقالت: زي رامي ونورين تقصد؟ لما حست يا حبيبتي انها لخبطت في الكلام وقتها بصت في الارض وسكتت وهي بتتكلم بصوت واطي: ايه اللي انا قلته ده بس؟ ده احنا ما صدقنا انها نسيت وبقت كويسة. بعد ما قالت كده اتنهدت في حزني وقلت: صح يا ماما، انتي كلامك مظبوط، جين العروسة دي ملعونة زي أنابيل اللي حكى عنها بابا، واكيد هي اللي ورا الحادثة اللي مات فيها رامي ونورين. ما تخافيش عليا، انا خلاص الحمد لله اتجوزت الازمة، ودلوقتي لازم نتخلص من العروسة دي قبل ما تحل على حد منا لعنتها، نتخلص منها بسرعة كمان بأي طريقة. لما قلت كده حاول بابا يهديني ويطمني ويخرجني انا وماما من حالة الخوف اللي كنا فيها، عشان كده قلبه هدوء. ما يمكن تكون اسمت اتهيأت لها الحاجات الغريبة دي. عموما لازم اتأكد انا بنفسي من ان العروسة دي مسكونة زي ما بتقول اسمت، لازم اشوف بنفسي تصرفاتها المريبة واشوف بعيني، ولما اتأكد ساعتها هتصرف انا بنفسي وهتخلص منها بمعرفتي. وعلشان بابا يتأكد من كلامي اقترح علينا انه ياخد العروسة من اوضتي ويحطها بنفسه في دولابه عشان يشوف هيحصل ايه. وفعلا خد العروسة وحطها في الدولاب، وجات ماما تنام معايا في اوضتي. المهم رحنا في النوم احنا التلاتة، معرفش قد ايه مر من الوقت وانا نايمة، بس لما صحيت من نومي صحيت مفزوعة على صوت حد بيصرخ وبيعيط كأنه بيتعذب. والشيء الغريب ده ان صوت الصراخ والبكاء ده صوت استغاثة، كان صوت نورين بنتي. ايوه كان صوت نورين بالظبط. صحيت ماما من نومها مفزوعة هي كمان، وكانت بتقول بصوت مليان خوف: يا ساتر يا رب، ايه الصوت الفظيع ده؟ ونزلت من على السرير وجريت على أوضة بابا. طبعا وانا كنت بجري معاها، بس لما وصلنا لأوضة بابا كانت المفاجأة الغريبة والرهيبة، لأننا ساعتها لقينا بابا نايم في سريره بكل هدوء وكأنه مش سامع صوت الصريخ اللي كان مالي الفيلا كلها. كان نايم وكأنه كان غايب عن الدنيا كلها. وفي اللحظة دي كان صوت الصريخ اللي كنا سامعينه كان اختفى خالص، اختفى كأنه ملوش وجود على الدوشة اللي كنت عاملاها انا وماما. وقتها صحي من نومه وهو في قمة الفزع، وكان بيفتح عينيه بصعوبة وهو بيقول في قلق: في ايه؟ حصل ايه؟ حكيت له ماما بسرعة عن صوت الصريخ الرهيب اللي كنا بنسمعه من لحظات قبل ما ندخل عليه الأوضة. طبعا لما سمع من ماما حكاية الصريخ كان أول حاجة يعملها يجري على الدولاب ويفتح بابه علشان تكون مفاجأة كانت في انتظارنا كلنا. كانت مفاجأة مذهلة، لأننا ملقيناش جين العروسة، كانت اختفت من الدولاب كأنها فص ملح وداب، أو إنها ما كانتش موجودة في الدولاب أصلا. وقتها كان السؤال: يا ترى راحت فين العروسة؟
عروسة جين المسكونة.